بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. من مرتكزات الجزء 30 بل من أهم مرتكزاته الحديث عن اليوم الآخر إيمانا به واستعدادا له، إيمانا به واستعدادا له بالعمل الصالح. 37 صورة، يكاد يكون 90% من آيات الجزء ومن أسماء الصور ومن مضامين الصور تتحدث عن اليوم الآخر، بل إن هناك صور من بابها إلى محرابها تسمى بظواهر تتعلق باليوم الآخر كالتكوير والانفطار والانشقاق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ سورة التكوير وسورة الانفطار وسورة الانشقاق. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. سورة الزلزلة من بابها إلى محرابها تتحدث عن اليوم الآخر. سورة التكاثر من بابها إلى محرابها تتحدث عن اليوم الآخر. سورة النبأ رأس هذا الجزء تتحدث من بابها إلى محرابها عن اليوم الآخر: إن يوم الفصل كان ميقاتا. محل الشاهد: فلنستعد لليوم الآخر بالعمل الصالح، ولنستعد لليوم الآخر بالإيمان به والاستعداد له. وإن الإنسان لن يستعد إلا بالتخطيط للدنيا كما يخطط للآخرة، والتخطيط للآخرة كما يخطط للدنيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود، حتى قال الله عز وجل: وإنه على ذلك لشهيد أفلا يعلم إذا بعثر ما في